صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة، يا رب تجعلها سنة سعيدة عليكم. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة سعيدة عليكم كده يا رب. واللي محققش أمنيته يحققها السنة دي، واللي إن شاء الله اللي بيتمنى حاجة إن شاء الله تحصل. وربنا إن شاء الله يديكوا كل اللي انتوا عايزينه يا احلى متابعين. يا صباح الفل عليكم. النهارده بقى احلى محشي في احلى يوم. كل سنه وانتوا طيبين كده، وجعلها سنه سعيده وسنه خضرة عليكم يا رب. النهارده الجو بقى عندنا شتاء وتلج، وقلنا بقى عايزين محشي بقى، فدخلت بقى المطبخ كده، وان شاء الله بقى كده اعمل محشي. الطلب كله بقى قالوا عايزين النهارده بقى الجو عندنا شتا شتا جامد، فقلت النهارده بقى خليها محشي. كل سنة وانتوا طيبين كده يا رب تجعلها سنة سعيدة عليكم. كده بقى قورت الكرنب بقى، وهحط المية بقى تغلي. على ما اوضب بقى ايه، على ما تكون المية بقى بدأت تغلي، انا اوضب بقى الايه الصلصة واوضب كل حاجة، الخضار وكده. احط شوية كمون في المية وشوية ملح، وابدأ اسلق بقى الكرنب. كرنب النهارده والله جميل، يعني لقيت عربية كرنب واقفة تحت، فقلت بقى لا النهارده محشي، انت اللي جيت لحد عندي. خلاص الكرنب طالما وصل يبقى في محشي بقى. فببص من البلكونة لقيت عربية الكرنب تحت. فبجد يعني الشتاء، المحشي في الشتاء طعم الكرنب جميل. ان شاء الله كده يجعلها يا رب يا رب يا رب. اللي بيتمنى امنية كده تتحقق، واللي كان عنده حاجات ما تحققتش يا رب ان شاء الله ربنا يديله احلى حاجة ان شاء الله. جعلها سنة سعيدة عليكم يا احلى متابعين. شكرا لكل حبايبي وكل اللي متابعيني. شكرا على اللي قال لي الف سلامة عليكي. ربنا يخليكوا ليا يا رب. طبعا الحمد لله خفيت من البرد، كان عندي دور برد جامد جامد بسم الله. ربنا يخليكوا ليا يا رب. شكرا لكل اللي قالت لي الف سلامة عليك. ربنا يديكوا الصحة كده يا رب، كده ان شاء الله تكونوا في احسن صحة. حبايبي متابعيني، والله بجد بشكركم على كل اللي دخلولي وكل اللي عندي. ربنا يخليكم ليا يا احلى متابعين. كده بقى خرطت البصل، حطيته تشوح شوية، وحطيت له بقى الطماطم. اسبك بقى التسبيكة بتاعت المحشي، ما بحمرش البصل، لا انا بخلي البصل يدوب يتشوح كده شوية، واحط الطماطم على طول. غسلت الخضار واقعد بقى ايه اوضب الخضار كده. وانا واقفه بقى لما تكون الصلصه اتسبكت، اكون انا وضبت الخضار قطعته وخروحت الورق. كده بقى الف بقى المحشي يا احلى متابعين. بجيب بقى الف كده المحشي هنا وانا قاعده. فالجو بقى بجد برد تلج بقى، يعني بصراحة المطبخ تلج. كده بقى طريقة جديدة وطريقة حلوة. احط الكزبرة والشبت على الرز، يعني انا غاسلة الرز مصفياه، واحط الكزبرة والشبت بقى بيبقى طعمه. وبصلاية قطعت بصلاية ناعمة صغيرة مع الخضرة والشبت، واقلب بقى الف بيهم الرز. بيدي طعم حلو قوي للمحشي. دي طريقة حلوة والله بجد، أنا شفتها كانت الشيف هالة فهمي عاملاها، ما شاء الله طعم المحشي جميل بالطريقة دي. جربوها كده هتلاقوها طريقتها حلوة، بتخلي ريحة الشبت كده والخضرة في المحشي جميل. قطعت بصلاية ناعم صغيرة مع الخضرة والشبت، وكنت غاسلة الرز ومصفياه، وقلبت الأول الخضرة والشبت على الرز، وبعدين ضفتهم على الصلصة. كده بقى اقعد الف كده. ما شاء الله كده بقى ايه، انا ما بعرفش الف المحشي الا وانا قاعده.
يعني ما اعرفش كده وانا واقفه على الرخامه ولا واقفه كده، لا ما اعرفش الف غير وانا قاعده كده. كده حطيت الشوربه على النار تغلي، وانا الف بقى المحشي. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا احلى متابعين. اشتركوا بقى، اللي مشتركش مع طبخة هنية تكفي 100 يشترك. عشان عيلتنا تكبر كده، وعشان القناة تكبر بيكو، وعشان تتفعل ان شاء الله. يا رب قبل السنة دي ما تيجي تتفعل. انا كده قربت على نص السنة. فالجدعانوا بقى معايا عشان قبل ميعاد في شهر 6 يجي أكون فعلتها يا رب. انتوا بقى معايا ان شاء الله. هتتفاعل ان شاء الله بيكم يا احلى متابعين، والله اخواتي وولادي وحبايبي. شجعوني كده، عشان انا لو ما اتفعلتش برجع تاني بالساعات وبالسنة كلها من البداية. فانتوا جدعانوا بقى معايا كده. الشوربة غلت بقى، احط الشوربة. بس انا مش عايزة المحشي بقى يبقى لين، فبحب الشوربة لغاية اخر يعني ما تغطيش السطر الاخير. كده بقى كده ما شاء الله المحشي استوى. ايوه شفتوا بقى المحشي مفرفر وحلو ازاي، عشان انا ما حطيتش الشوربه كتير. يعني اقل من السطر اللي فوق انزل الميه الشوربه تحت السطر اللي فوق. ما شاء الله بقى كده الصبع مفرفر كده، وما شاء الله مش لين. اتفضلوا بقى معانا الغدا يا احلى متابعين. ايه رايكم بقى في المحشي؟ في الشتاء بقى هو المحشي احلى حاجه.